سيدنا يا سبحان ودبابا بالأكوان ما كنت سيئا له عالم يا سيدنا يا سبحان يا سيدنا يا سبحان يا سيدنا ما كنت يا سيدنا يا سبحان يا سيدنا يا سبحان يا سيدنا يا سبحان يا متبادل يا سيدنا يا
يا
كتاب المنزل بالآن يا سمن فرضا فريضا والسقط حرام يا سمن والقطوع والطمع جود لا تكلم هما ما قلب يكن ومن له الخلائق كلهم عابد الإله فينا يفعل ما يريد ويلك ما يوقد تكفر هما ما قلب يكن الذي لغيره لا يصل إليه الذي مسر لا حاصل لديه فاصبر لربي والذي عليك تكفر هما ما قدر يكن شرع المصطفى الهادي الباشر خاتم الأنبياء البدو المنير صلى الله عليه الرب القادر اللهم صل وسلم وبارك على محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وربك شفقنا نوره كاملا في عالم النور نورا فكل النور وقد الحق حقنا على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجلالها المسعود ومشاركة لها في هذه السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعها من الحور العين ما قسم الله اسم فرعايا فالوقت الذي رتب الله على عبده
يوم خلق سبح الزمان من دون عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم غابت قول بني آدم بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون والسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا
وصلاة الله تغشى مرحبا مرحبا أشرف لمحمد مرحبا الله
حي روح قدوس صالح مجده مصطفى وذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم محاسن الاخلاق بما طريقت كتابته وطول الاوراق احسن الناس خلقا وخلقا اولهم لمكارم الاخلاق سابقا اوسعهم بالمؤمنين حكما ورضا برا رغبا لا يقل ولا يفعل الا معروفا له الخلق سال والمد المقتنع على المعنى اذا دعاه وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة فله معزونة أخلاق الهيبة القوية خالص الأقوياء من البرية وبالنشر العطاء بالقرب والمنازل وبعمله تطيبت المجالس والمحافل
كما صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية كما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود أجمد في أصحابه وشانه ولو في مجده ومكانه أوصف عند تعالى مجدها على نجم السواب عماله وثم سبق في ذكر ما بدا علمه من وقع نور النبي الكريم حكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فعسن مني أن أمسك أعنية الأملاك في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته ذلك يصنع القلوب كما يصنع تكتيب عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه